الحكاية بدأت لما وزير الدفاع الإسرائيلي فتح موبايله ولقي مكالمة فيديو من هاكرز أتراك. شافهم وسمعهم وهم بيشتموه وبيسجلوا له، وده مش عن طريق هاكر معقد ولا فيروس. دي كانت مكالمة شكلها عادي لكن كانت فخ. الهاكرز الأتراك استخدموا ثلاث حاجات. استغلوا تسريب رقم تليفون وزير الدفاع الإسرائيلي من قاعدة بيانات قديمة كانت موجودة على تليجرام وترو كولر. تاني حاجة استخدموا حاجة اسمها سبوفينج، خلوا المكالمة تظهر كأنها من رقم موثق، وده خلى وزير الدفاع الإسرائيلي ان هو يفتح المكالمه ويكلمهم عادي. ثالث نقطه، مكالمه الفيديو كانت وهميه، دخلوا على مكالمه شكلها رسمي وسجلوا وبداوا يكلموا عادي وحصلت الشتيمه والاهانه. على حسب كل المصادر ان الوزير اتفاجئ لان الكاميرا اشتغلت تلقائيا، صورته اتسربت ورقمه وبقى ترند وكله بقى بيشتم فيه. وده كله حصل من مكالمه واحده بس. عارف ومتأكد إن أنت ممكن تقول كل الكلام ده نظري، بس هل بيحصل؟ تعالى أقول لك على شوية نماذج حصلت بالفعل. في كندا في شركة دفعت 243 ألف دولار لمدير وهمي. موظف استلم مكالمة فيديو من مديره، نفس الصوت، نفس الصورة، نفس الشكل، نفس الخلفية بتاعة الشركة. المدير طلب منه يحول مبلغ عاجل، الموظف نفذ الأمر، وكانت مصيبة كبيرة لأنه حول فلوس لشخص مش هو شغال معاهم أصلا. في دبي بنت اتضحك عليها في مقابلة شغل واتسجلت وهي فاكرة إن دي وظيفة. البنت دي اتصل بيها مدير التوظيف عبر مكالمة فيديو، كانت مقدمة على وظيفة لها علاقة بالإعلام، فكان لازم يشوف صورتها. واتصلت بيها مدير التوظيف بعد بروسس طويلة عشان يقنعها إن هو فعلا مدير التوظيف، وكانت عبر مكالمة فيديو طلب منها تقف وتلف توضب شعرها شويه وتتكلم بطريقه معينه وهي فاكره انها مقابله عمل. بعديها يمكن بثلاث اربع ايام استقبلت فيديو كامل ليها، فيديو اباحي عن طريق استخدام تقنيه اسمها ديب فيك، ان هو يبقى وشها بس جسم واحده تانية خالص، بس يكون تيبيكال نفس الجسم ونفس طريقه حركاتها ونفس صوتها. ومن هنا كان نوع من انواع الابتزاز. في الصين صدقت وسلمت 2.7 مليون يوان. الست الصينيه دي جالها اتصال من رقم ابنها، صوت بيكلمها بنفس نبره ابنها بالظبط، قال لها انا محتاج فلوس ضروري ولازم تحولي لي الفلوس دي على الاكونت ده. حولت المبلغ وبعدها بساعات اكتشفت انها وقعت في عمليه ديب فيك صوتي، يعني صوت شبه صوت ابنها بالظبط. اكيد انت بتفكر دلوقتي وانا هتوه عن صوت ابني او مراتي او اختي، ازاي حد هيكلمني يعني وانا هبعت له فلوس كده من غير ما اتحقق من صوته او صورته؟ طب انت كلامك صح، بس ناقصك تفصيله مهمه. ازاي بيحصل الهجوم ده؟ بيجمعوا الاول صور وفيديوهات عن الشخص ده، وكمان تسجيلات صوتيه من ابنك او من بنتك من على الانترنت، اذا كانت ريل على الانستجرام لو هو بيعمل يوتيوب، او ليه فيديو على اليوتيوب، او محادثه واتساب حصلت بينه وبين الشخص ده. وبعد كده تبدا الخطوه الثانيه ان هم يستخدموا الاي اي عشان يولدوا نسخه من صوته وكمان فيديو خاص بيه يكون حي جدا وكمان صوره ليه، ويبدا يستخدموها بادوات. في ادوات كتير موجوده على الانترنت انا مش عايز اذكرها، لكن بتستخدم وبتقنيه كبيره جدا بتخلي الشخص اكنه حقيقي قدامك. بعد كده يجي بقى الخطوه الاخيره المهمه، ان هم يتصلوا بيك من رقم شبه رقمه او رقم يكون انت مسجله ليه باستخدام تقنيه اسمها كولر اي دي سبوفينج. اول ما يتصلوا بيك بيشغلوا الصوت المزيف او الفيديو اللي هم يكونوا مجهزينه، ويبدا يكون الفيديو السكريبت بتاعه يكون ضاغط جدا ان هو في الاخر الموضوع ان انت تنهار وتحول الفلوس، لان هو دلوقتي في مشكله كبيره.